السينما المصرية وهي ذاكرة الأمة. يعني سيبوكوا بقى من الأفلام اللي بتتعمل اليومين دول تبع لتوجه الشخص اللي همه الكسب السريع، الشخص منزوع العاطفة. ده مش من فراغ، أكيد صناع. البيت ما فيش اسانسير، لكن هنعمل ايه بقى في اصحاب الاملاك اللي ما بيدوروش على راحه سكانهم، بيدوروا بس على معلش ربنا يرزقك بصاحب ملك ابن حلال. على الله يا بيه. دايما في صراع على القيمة الإيجارية، صراع على الإصلاحات جوه الشقة وامتدد للإصلاحات بره الشقة، والسينما راصدة الأمر ده بشكل عبقري. الناس اللي حطت القانون ده ارجعوا للتاريخ، ارجعوا لتاريخ المؤجر، ارجعوا لتاريخ المستأجر، ارجعوا لتاريخ مصر، ارجعوا للمؤرخين اللي كتبوا عن حياة المواطن المصري اللي كان بيأجر شقة. عمدة نيويورك الجديد وهو من أصول هندية، أمريكاني من أصول هندية، فاز في الانتخابات وهو يعد أول مسلم يفوز في انتخابات نيويورك. وانتوا عارفين بقى نيويورك دي يعني إيه؟ تاني رجل في أمريكا، يعني رئيس الدولة بعديه عمدة نيويورك. فاز في الانتخابات عشان قال للناس إيه؟ أنا هأجمد الإيجارات لمدة سنتين. الإيجارات مش هتتحرك. طب هجيب فلوس التجميد ده منين؟ من رجال الأعمال. هياخد من رجال الأعمال ضرائب يدفع بيها فرق تجميد الإيجارات والمشروعات اللي هيعملها للناس. الناس اللي ماشيين على هوا الأمريكان إيه الأخبار؟ أفكار أهي. السينما المصرية بتحب تقدم الصورة بشكل مبالغ فيه، ودي الحبكة الفنية بتاعت السينما. لو بنتكلم على الوضع بعد كده في الأجيال اللي بعد كده بدأ يحصل صراع ما بين المؤجر والمستأجر لأكتر من سبب، بقى للظروف الاقتصادية، للظروف المادية. لكن على الإطلاق لا، في الفترة اللي احنا كنا عايشين فيها بالعكس، كان اللي بياخد شقة ويأجرها من صاحب البيت نفسه كان نفسه ان حد يجي يأجر الشقة عنده زمان عشان ما يقعدش لوحده. وده تأثير الناس مش واخدة بالها منه أبدا الفترة دي. يعني زمان كانوا زي ما بيقولوا البيوت مفتوحة، عارف جاري وجار جاري واللي في الشارع واللي في الشارع اللي ورايا. دلوقتي حضرتك حتى لما بتيجي تأجري مكان أو بتشتري مكان، نادرا لما تعرفي الشقة اللي جنبك ولا الشقة اللي فوقيكي في نفس العمارة. أنا بتفق على إن العلاقة حاليا ما بين المؤجر والمستأجر كل واحد بيشوفها بمنظوره الخاص بيه، هو مصلحته متجهة فين. عشان كده موضوع القانون الإيجارات الجديد اللي صدر ده في إجحاف، في إجحاف حضرتك المستأجر. لازم تبقى عارف ليه كان بيتم امتداد لجيل آخر. ليه؟ لأن المؤجر كان بيتنصل من أي إصلاحات، فكان المستأجر بيدفع فلوس كتير قوي في الشقة دي. هو دافع حاجة تعيش مش عمره بقى، تعيش لعمر حفيده. فجه القانون قنن الأمر، العقد يمتد لابنك وخلاص. الدافع الرئيسي في هذا الأمر إن المؤجر رافض يدفع أي حاجة، عايز ياخد منك الإيجار وبس. يا سيدي دي شقتك، أنا هعمل فيها ليه كذا وكذا وكذا، حاجات تعيش العمر. وخلي بالك أنا مش بكلمك على منتجات موجودة دلوقتي اللي هي عمرها كمان قصير، أنا بكلمك على منتجات سنة 40 و50، اللي هو أنت لما تيجي تركب حنفية، الحنفية تعيش للجيل السابع. هناك كان في جزء كبير من الأفلام زمان لأن الملاك كان عدد كبير منهم أجانب. يعني أنا بس عايزة أقول لك البداية بتاعة المالك الشرير جاية منين. هناك كان عدد منهم حتى لو مصري كان يهودي، يعني عندك يا أجانب يا يهودي يا بعض المصريين العاديين اللي اتعلموا الشغلة من دول، من الأجنبي ومن اليهودي المصري. السينما المصرية كانت بتظهر الجانب القاسي من المؤجرين. ده ما يمنعش ان في مؤجرين كويسين. الجزء اللي كان الملاك غير مصريين، هنتكلم بالتحديد على الطائفة اليونانية، اليهود المصريين، ودول كانوا في أماكن محددة. أدي لحضرتك أمثلة زي وسط البلد، زي الجزء الخاص بحارة اليهود والساغة والجزء ده، والاماكن اللي كانت حتى الان زي منطقه الزمالك مثلا. انت حضرتك عارفه ان في الزمالك في ايجارات لحد دلوقتي 30 جنيه شهريا في منطقه الزمالك. ودي المناطق بقى اللي كان بيمتلك فيها جزء من الجماعه اليونانيين ومن اليهود المصريين. انما في المناطق والمكون الشعبي 100% كانوا مصريين. وهقول لحضرتك بالتحديد دول اغلبهم كانوا من جنوب الصعيد. في مشكلة حاليا في موضوع الإيجارات، في مشكلة في موضوع الإيجارات وقانون الإيجارات الجديد، بتفق معاكي 100%.
انا بدات حياتي ان انا حتى لما اتجوزت اجرت شقه كان في التسعينات. انا شفت الامرين مع صاحبه العقار اللي انا اجرته فيه، لدرجه ان انا استلمت الشقه عن طريق الشرطه. ما عنديش إحصائية. هم دول صحيح. المشكلة التانية. أفلام التمانينات كان فيها المقاول راجل بجلابية وراكب مين اللي هيكتب معايا العقد؟ انا طبعا، مش انا اللي هسكن. بقى ده معقول يا عالم؟ كان بودي. شعب. زينات صدقي كانت بتبقى صاحبة البيت والشريرة، ولازم تتجوز المستأجر. لازم تتجوز المستأجر. مسلسل أهلا بالسكان كان كله عن جشع المقاولين في الوقت ده. ما هو سعادتك قدمت المشروع على اساس انه حسن عابدين علي، يعني ما بتفرج على التلفزيون ماسبيرو زمان، مسلسلات، كمية مسلسلات عن المستأجر اللي مش عارف يعمل ايه، يا اما مرة بسبب الخلو يا مرة بسبب اصلاحات الشقة. طبعا دي مشكلة تانية. صيانة العقار عن مستأجر كمان، بالظبط. الناس واخده الشقق على الطوب الاحمر. ما ده بقى ايه، المؤجر لما حس ان لا هو انت هتديني خلو وخلاص على كده، لا انا كمان مش لا محر ولا بيض ولا تاخد الشقه، حتى كده كانوا بيقولوها طوب وحلقان. فيا جماعه ايه الحلقان دي؟ طلع ايه، عامل لك النجاره يعني. شكرا.